جامعة تشرين تستقبل الطلاب الوافدين من جامعة حلب وتؤمن لهم السكن مع توفير كل المستلزمات، وذلك حرصا على متابعة تحصيلهم العلمي. بقية خلية عمل متكاملة. هنا جامعة تشرين في اللاذقية تستقبل الطلاب الوافدين من جامعة حلب وسط إجراءات ميسرة وتأمين لمتطلباتهم. أي طالب بيجينا بدي حد أدنى من الوثائق، في حدا معه بطاقة جامعية تبعت السنة الماضية، في حدا طالب معه العهد اللي استلمه بالمدينة الجامعية، في طلاب ما بالمدينة الجامعية كانوا بالجامعة، فهذا الطالب اللي ما معه شيء بيروح بس بيجيب لي بيقدم طلب بكليته، يحط حاله تحت تصرف الكلية ويجيب لي صورة عن طلب نسكنه، وبيجي لهون بدقيقتين فقط لا غير بياخذوا الصورة هيدي صورة الطلب وصورة هويته وبيبعتوه فورا على الوحدة وعلى الغرفة السكنية. بالنسبة للطلاب بناخذ صور عن الهويات، بنحتفظ بأرقام الموبايلات، السكن الأساسي للطالب وين. استقبلنا جميع الطلاب اللي اجت، ما حدا رجع، ما تأمن له منامه. لو مثلا خارج أوقات الدوام الرسمي كان الطالب عم بينام وثاني يوم عم يصير الأمور النظامية. يعني كنت عم بداوم بجامعة حلب سنة أولى، سنة تحضيرية للكليات الطبية. بعد ما صار هاي الظروف طلعنا أنا وأهلي، فحاليا في إجراءات بدنا نسويها، في السكن، في التسجيل، في النقل، في إنه ما كان معي أي شيء بخص تسجيلي، ما معي شهادتي، ما معي أوراق، يعني فكتير في شغلات إنه نحن عم تتمشى، هي الحمد لله بتكون سلسة سهلة. طلعنا من الجامعة وكان الطريق شوي صعب، بس الحمد لله وصلنا وكملنا على جامعة تشرين، والشباب هون ما قصروا معنا أبدا، الموظفين كانوا كثير متعاونين معنا. التحقنا بجامعة تشرين ويعني أنا الحمد لله معي بطاقتي هويتي، فكانت الأمور كثير ميسرة. إجراءات ميسرة لمتابعة الطلاب تحصيلهم العلمي في مختلف الاختصاصات والكليات ضمن جامعة تشرين. لأخبار السورية، نجين إبراهيم، اللاذقية.